مع فتح الباب للعودة إلى سوريا بعد تغيير النظام فيها، تسود بين السوريين هنا في النمسا حالة من الترقب، فبعضهم وجد في النمسا وطنا بديلا حيث الاستقرار والأمان، وبعضهم يتطلع للعودة السريعة على أمل حياة أفضل مع خدمات إنسانية وحياتية مناسبة. اجت الشغله فجأة ربي لك الحمد، لكن طبيعي انه نحن كلياتنا عم نفكر نرجع. في ناس عندها ظروف بسبب الحرب والدمار اللي بسوريا ما عندهم بيوت يقعدوا فيها او الخدمات لسه سيئة، لكن الكل عم يفكر يرجع. انا هلا على سوريا ما في حدا ما بيحن لوطن، يعني انا اذا بيسمحوا لي هلا اروح زياره واجي اطمن عن الاهل عن الاقارب عن الناس اللي طلعت من المعتقلات، كثير الواحد بيشتهي يعني انتمائه بالاخير، يعني بيحن لوطنه، بيحن للبلد اللي تربى فيها والمدارس اللي درس فيها. انا بعدين كنت مدرسه بسوريا. استطاع العديد من السوريين الاندماج في النمسا، حيث فتحت المطاعم ومحلات البيع وانتشر المنتج السوري ولاقى استحسانا واسعا بين الناس. أنا صار لي هلا هون بالبلد 10 سنين ومندمجين وعم نشتغل بهالبلد، بس ما بعتقد إنه حدا يرجع هلا لأنه ما في استقرار لسه الوضع هنيك مش آمن، يعني بدها فترة لتزبط البلد إن شاء الله، يعني متى ما زبطت الكل رح يرجع أكيد. أكيد الواحد بيفكر بالرجعة على سوريا لأن هي بلد الأم ومجتمع وعادات وتقاليد وكذا، إن شاء الله واكتسبنا خبرات كثير، إن شاء الله بإذن الله تعالى ننقل الخبرات هاي لبلادنا. تقدر أعداد السوريين الذين لجأوا إلى أوروبا ما يقارب 5 ملايين سوري، ويبلغ عددهم في النمسا وحدها 58 ألف لاجئ. فماذا ينتظر هؤلاء جميعا من مستقبل قد يبدو إلى الآن مجهولا؟ كثير من السوريين بنوا لأنفسهم ولأسرهم حياة كريمة هنا في النمسا وفي أوروبا بشكل عام، وبعضهم الآخر لا زال يعاني مشاكل الاندماج وينتظر العودة إلى الوطن الأم. لكن المشهد الضبابي إلى الآن في سوريا لا زال يشكل حجر عثرة في طريقهم نحو العودة. رولا محمود، الشرقية نيوز، فيينا.